أربع حرامية مسلحين قدروا يقتحموا بنك في الأرجنتين واحتجزوا كل الناس اللي فيه وخدوهم رهاين. ومفيش دقايق من الاقتحام كانت الشرطة وصلها الخبر، وفي خلال دقايق معدودة الشرطة حصرت المكان. وبعد ساعات من التفاوض الحرامية قالوا إنهم هيسلموا نفسهم بس بشرط واحد، وشرطهم الغريب هنعرفه في أحداث قصتنا. ورغم الشرط الغريب الشرطة وافقت على طلبهم، وبعد ما نفذوه فجأة انقطع الاتصال بينهم وبين الحرامية، وعليه الشرطة قررت تقتحم البنك. لكن المفاجأة ان الشرطة لما دخلت البنك ما لقتش جواه غير الرهاين، ولما فتشوا البنك لقوا خزنة البنك الرئيسية مسروقة بالكامل. والمفاجأة الأكبر ان مفيش اي اثر للحرامية او حتى الطريقة اللي هربوا بيها من البنك. في عمليات السرقة الكبرى بيكون في نفق تحت الأرض أو أي مخرج أو مدخل دخلوا منه، لكن الشرطة ما عثرتش على أي حاجة. واللي عليه الشرطة شكت في كل الرهائن اللي موجودة، وقالوا ممكن يكون الحرامية مستخبيين ما بينهم. هل فعلا الحرامية كانوا ما بينهم ولا الأمر في شيء تاني؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في قصتنا. وقصتنا النهاردة عن أحداث حقيقية أحداثها كانت في الأرجنتين. تابعوا القصة للآخر لأنها فعلا سرقة هي الأولى من نوعها في عالم السرقات المجنونة. وهنا عشان نعرف الحكاية يبقى نرجع للبداية. السلام عليكم، معاكم أحمد جابر وأهلا بيكم في قناتي حكاية مريبة. وأتمنى لو المحتوى عجبك إنك تشترك في القناة، واشتراكك هو بيكون أكبر دافع ليا. ويلا بينا نبتدي قصتنا. في سنة 2006 وفي أمريكا الجنوبية وبالتحديد في دولة الأرجنتين تم تنفيذ أكبر عملية سرقة بنك في تاريخ الأرجنتين. الحرامية اللي نفذوا العملية كانوا 4 أشخاص، وهم فرناندو وسبيستيان وبيتو ولويس. القصة بتبدأ من عند فرناندو، وفرناندو ده هو بطل قصتنا. فرناندو شخص رسام وبيحب الفن وشخصية هادية وراقية. تاريخه الإجرامي تقريبا 0، مدخلش اسم قبل كده. فرناندو في مرة وهو عند دكتور النفسي قال له: يا دكتور، أنا بقالي فترة كبيرة عندي الرغبة إني أسرق بنك. الدكتور استغرب شوية من كلامه وقال لنفسه أكيد فرناندو لسه شارب سيجارة حشيش وده تأثيرها. وفرناندو في الواقع حياته كانت عبارة عن الرسم وشرب الحشيش. رد عليه الدكتور ساعتها وقال له: ليه بتقول كده ومين جاتلك الرغبة؟ هل مثلا محتاج فلوس؟ فرد عليه فرناندو قال له: لا، انا مش محتاج فلوس، بس انت عارف اني فنان وبحب الفن، وبحس نفسي ان ممكن ارسم عمل فني كبير في مجال سرقات البنوك. الطبيب قال له: طب وازاي ناوي تنفذ عملية زي كده؟ فرد عليه فرناندو وقال له: مش عارف، بس الموضوع مستحوذ على عقلي وفكري، وبفكر فيه لدرجة اني ما بعرفش انام من كتر التفكير في الموضوع، وعندي رغبة كبيرة اني اسرق بنك. الطبيب وقتها ما خدش كلامه باهتمام، وحس ان الحشيش هو اللي قاعد بيكلمه. لكن في الحقيقة فرناندو كان ناوي يسرق بنك فعلا، وان فرناندو هينفذ اذكى واكبر عملية سرقة في تاريخ الارجنتين. فرناندو ابتدى فعلا في تنفيذ فكرته، وابتدى يطلع بشكل يومي يتمشى في شوارع المنطقة في العاصمة الارجنتينية بيونس اريس عشان يستكشف المكان ويشوف انهي بنك محتمل ممكن يقدر يسرقه، لحد ما شاف بنك اسمه بنك ريو، وده واحد من البنوك المعروفة والمشهورة في الارجنتين. فرناندو فضل كل يوم يتمشى حوالين البنك عشان يفكر في الطريقة اللي ممكن يدخل بيها البنك. فرناندو عشان ما ننساش هو شخص فنان ورسام، لا ليه في الإجرام ولا السرقة، بس هو حاسس انه عنده القدرة والموهبة انه يسرق بنك بطريقة فنانة. فرناندو فضل يفكر ازاي يدخل بنك ريو ويسرقه، وكانت الطريقة الأولى اللي فكر فيها انه يدخل البنك وهو مفتوح ويعمل عملية سطو مسلح بالأسلحة، وياخدوا الفلوس الموجودة عند الصرافين ويطلع بسرعة قبل ما الشرطة تيجي وتحاصر المكان. لكن قال لنفسه ان الطريقة دي مخاطرها عالية وممكن يتمسك، وكمان الفلوس اللي هتتسرق مش هتكون الفلوس الكبيرة اللي يغامر بمغامرة كبيرة زي دي. والطريقة التانية اللي فكر فيها هو دخول البنك لما يكون مقفول، بس الطريقة دي صعبة ومرهقة لأنها هتكون محتاجة حفر نفق تحت الأرض اللي من خلاله يدخلوا بيه لجوه البنك ويوصلوا للخزنة الرئيسية ويسرقوها. لكن برضو الطريقة دي مشاكلها كتير وهيكتشفوها بسرعة، لأن البنك بيكون متركب فيه حساسات حرارية وأجهزة إنذار متطورة ممكن تكشفهم على طول بمجرد اقتحامهم البنك. فرناندو قعد يفكر وشاف ان الطريقتين صعبين وفيهم خطورة عالية،
فقال لنفسه في كل الأحوال هيكون في مخاطرة، يبقى مخاطرة بمخاطرة، بس الأهم إنه يحط الخطة اللي هيقدر يوصل بيها لأكبر غنيمة ممكنة من السرقة. وساعتها قرر انه هيحفر نفق ويدخل بيه للخزنة الرئيسية للبنك. هنا تيجي العقبة الأولى، وفضل يفكر انه ازاي يحفر النفق ويبتدي منين. هل يأجر شقة مثلا أو مخزن قريب من البنك ويحفر نفق من المكان اللي استأجره ويوصل بيه لجوه البنك بس من تحت الأرض؟ هنا ابتدى فرناندو يبتدي الشغل الحقيقي. نزل فرناندو للشارع اللي فيه البنك وفضل يقوم بجولات استطلاعية ويدور على مكان قريب من البنك يأجره. بس وهو بيتمشى لاحظ فتحات الصرف اللي موجودة في كل مكان في الشارع، وكمان قدام البنك تقريبا كان كل كام متر في بلاعة صرف صحي. وهنا فرناندو قال لنفسه انا لقيت النفق اللي المفروض كنت احفره عشان اوصل للبنك. فرناندو ساعتها طار من الفرحه من الفكره اللي جت في دماغه. فرناندو فضل يمشي ويتبع فتحات البلاعات على طول الشارع لغايه ما وصل لمصب المجاري، والمصب ده كان عباره عن فتحه كبيره على بعد 150 متر بس من البنك. يعني فرناندو هنا حصل على نفق جاهز وموجود فعليا. فرناندو اتحمس اكتر وقرر انه يدخل جوه النفق ويستكشفه بنفسه، ورغم الريحة الصعبة لكن كان حاسس ان حلمه بيراوده وشايفه بيتحقق قدام عينيه. دخل فرناندو نفق الصرف وابتدى يستكشفه. النفق في البداية كان شكله مربع، وبعد ما مشي شوية صغيرة فيه وصل لنفق دائري قطره تقريبا 6 متر. يعني فرناندو هنا وصل لنفق ضخم جدا ممتد تحت المدينة وبيمر مباشرة قدام البنك، وكل اللي محتاجه انه يحفر نفق صغير من جوه نفق الصرف نفسه يدخل بيه لجوه البنك. فرناندو روح البيت وفضل يفكر ازاي هيحفر النفق لوحده، ولقى انه محتاج حد يساعده لانه مستحيل ينفذ العملية دي لوحده. واول شخص خطر على باله هو صاحبه اللي اسمه سبيستيان بوليستر. وسبيستيان هو الشخص التاني في فريق الساطو المسلح، وهو شخص مهندس الكترونيات وبرضه لا ليه في الاجرام ولا السرقه زيه زي فرناندو بالظبط. ولما راح له فرناندو وعرض عليه الفكره، سبيستيان كان متفاجئ لانه عرف صديقه فرناندو لا عنده ماضي اجرامي او انه حتى خبير في امور السرقه والحاجات دي، وكل اللي يعرفه عن صاحبه انه بيحب الفن وشرب الحشيش، فازاي فكر في حاجه زي كده. لكن فرناندو فضل يكلمه عن تفاصيل فكرته واللي وصل ليه، وانهم ازاي ممكن يوصلوا للخزنه الرئيسيه في البنك بمنتهى السهوله. وكمان كلمه عن نفق المجاري اللي تحت الارض اللي سهل العمليه بشكل كبير. هنا بدأ سبيستيان يفكر في الموضوع بجد، مع انه هو كمان لا عمره سرق ولا عمل شيء إجرامي في حياته، لكن كان الحافز أو الدافع لسبيستيان هو الماضي الأليم لعيلته مع البنوك، وكان أقربهم أبوه وجده اللي اتأذوا جامد جدا لما انهار النظام البنكي في فترة من الفترات في الأرجنتين، وضاعت كل فلوسهم ومحدش رجع لهم حقهم. سبيستيان ابتدى يفكر في الموضوع كنوع من الانتقام، وان سرقة البنك عمل مش اجرامي او حتى غير اخلاقي، وان البنوك دايما شريرة وبتضحك على الاشخاص. هنا سبيستيان قال لفرناندو انا معاك يا معلم في العملية دي، ويلا بينا نشوف هنبتديها ازاي. فرناندو خد سبيستيان وراحوا لموقع البنك ووراه النفق المجاري اللي تحته، وبدأوا هما الاتنين يعملوا العمليات الحسابية عشان يعرفوا هيبتدوا يحفروا منين بالظبط. جاب فرناندو أشرطة قياس وابتدى ينزلها من فتحة المجاري، والأشرطة دي هتساعدهم بحيث لما يدخلوا جوه النفق يعرفوا بالظبط هما فين والمسافة اللي هتفصلهم عن سطح الأرض. وبعدها راحوا على البنك ودخلوه وخدوا شوية صور البنك من جوه بطريقة محدش ياخد باله انهم بيصوروا. ودخلوا ساعتها على مسؤول البنك وادعوا انهم اشخاص عايزين يأجروا خزنة او صناديق امانات، ونزلوا فعلا لخزينة البنك اللي في الدور التحت الارضي عشان يشوفوا خزانة الامانات وشكلها عامل ازاي. فرناندو وسبيستيان حاولوا يحفظوا كل تفاصيل الغرفة وابعادها ومساحتها تقديريا، وكمان عدد صناديق الامانات الموجودة، واللي اتفاجئوا ان في مئات من صناديق الامانات، لكن رغم كل الحسابات اللي وصلوا لها هي في الاخر كلها تقديرية وما عندهمش ارقام دقيقة وحقيقية. وعشان يوصلوا للارقام الدقيقة اللي يبتدوا بيها حفر نفقهم، هنا كان لازم يوصلوا لمخططات مبنى البنك، واللي كانت في الاغلب هتكون في مبنى البلدية. هنا كان لازم يوصلوا لشخص ثالث يساعدهم ويشاركهم في عملية السطوة بتاعتهم. وكمان فوق ده كله هم محتاجين دعم مادي، لأن الحاجات اللي عايزينها في عملياتهم هتحتاج فلوس كتير. وهنا بدأ فرناندو يدور على شريك جديد ينضم ليهم. فرناندو
كان ليه شخص، وللأسف الشخص ده في القضية مش معروف ومجهول هويته، بس كان بيلجأ له فرناندو دايما، وكان دايما يرشح له الناس اللي ممكن تساعده في العملية بتاعته. الشخص المجهول قال لفرناندو لو عايز حد يمول لك العملية تواصل مع بيتو دي لاتوري، وكده يبقى اكتمل العضو الثالث للفريق. بيتو كان مختلف عن فرناندو وسبيستيان. بيتو كان راجل عصابات حقيقي وصاحب سوابق وتاريخ حافل، بس للأسف بيتو كانت كل خبرته في مجال الأسلحة، وعمره قبل كده ما سرق بنك أو حتى شارك في عملية بالشكل ده. طلع فرناندو وسبيستيان عشان يقابلوا بيتو، ولما قابلوه شرحوا له الفكرة بتاعتهم. بيتو كان متحمس جدا للفكرة، ومتحمس أكتر إنه يدخل معاهم ويشاركهم. هنا فرناندو قال له أنت عندك القدرة إنك تمول عملية زي دي، لأننا هنحتاج حاجات كتير للعملية. بيتو كان رد صادم وقال لهم حاليا أنا مش معايا فلوس، لكن أنا عندي عربية نقل كبيرة أقدر أبيعها ومن فلوسها نقدر نصرف على العملية. ومن هنا انضم بيتو للفريق وبقى العضو الثالث في العصابة. هنا كان ينقص العصابة شخص رابع يساعدهم في أعمال الحفر، لأن سبيستيان كبير وكمان هيكون مشغول في تصنيع الأدوات اللي هيشتغلوا بيها، وبيتو هو كمان سنه كبير وكان أكبرهم سنا ومش هيفيدهم في أعمال الحفر، فكان لازم يكون معاهم شخص رابع، والشخص ده كان لويس سيلانس. لويس كان واحد من رجال العصابات فعلا، وعنده صحيفة جنائية محترمة، سوابق ماشي، حرامي شغال، مسجون ما يضرش، لدرجة انه كان لسه طالع من السجن وكان لسه مقضي فترة سجن 15 سنة. لويس انضم ليهم بناء على ترشيحات من الشخص المجهول اللي دايما كان فرناندو كان بيلجأ له. لويس كان شخص ذكي جدا وعنده قوة شخصية وثبات انفعالي رهيب، وكان عنده مهارة في التمثيل والإقناع كبيرة جدا، وهتشوفوا لويس هيعمل ايه في التفاصيل اللي جاية في أحداث قصتنا. هنا نقدر نقول اكتمل أفراد الفريق فرناندو، سبيستيان، بيتو ولويس. قعدوا الأربعة مع بعض وفضلوا يتناقشوا ويتباحثوا في تفاصيل العملية، وخدوا بعض وراحوا بصوا على البنك ونزلوا مع بعض في نفق المجاري وشافوا المكان وراجعوا الحسابات، وكانوا بيتمنوا يكون معاهم مخططات لمبنى البنك، واللي عليه رد عليهم لويس وقال لهم انا اقدر اجيب لكم مخططات البنك. هنا فرناندو وبقية الفريق اتفاجئوا بكلام لويس وقالوا له ازاي هتقدر تعمل حاجة زي كده؟ قال لهم مالكوش دعوة انتم، انا هجيبهم بطريقتي. وفعلا بعد كام يوم لويس جاب مخططات مبنى البنك وحطها قدامهم، وما تسألنيش هو ازاي جابها، لان لويس بنفسه ما اعترفش هو ازاي قدر يوصل لها، بس هي حاجة من الاتنين، يا قدر يدخل مركز البلدية ويسرقهم، او انه ليه حد جوه وقدر يجيبهم له بمقابل مادي او رشوة. المهم في الاخر لويس قدر يوصل للمخططات ويجيبها لهم. من بعدها قدروا يحسبوا حساباتهم بالظبط وفين هيقدروا يبتدوا يحفروا جوه النفق، وكمان حسبوا طول النفق وزاوية ميلانه، ورسموا مخطط مفصل بكل الحسابات اللي هتحتاجها عملية الحفر. ومن بعدها بدأوا يجيبوا الأدوات اللي هيحتاجوها، جابوا مولد كهرباء وجابوا شنيور الحفر وبقية الأدوات اللي ممكن يحتاجوها في العملية بتاعتهم. وهنا وصلنا للمرحلة الفعلية. دخل أفراد العصابة النفق ما عدا شخص واحد بيكون دايما موجود فوق في الشارع عشان يراقب الأوضاع ويتأكد إن صوت الحفر مش هيكون واصل لبره. وبقية الفريق دخلوا جوه النفق وبدأوا يحفروا من النقطة اللي حددوها. عملية الحفر مش هتكون عملية سهلة، ده عملية هتاخد معاهم شهور عقبال ما يقدروا يخلصوها، لكن كان في مشكلة هم لازم يحلوها، وهي بعد ما يحفروا النفق ويوصلوا لجوه البنك ازاي هيحلوا مشكلة حساسات الاستشعار الحرارية وأجهزة الإنذار اللي هتشتغل بمجرد ما هتحس بوجودهم داخل الخزنة. فرناندو بدأ يفكر في الأمر وازاي يقضي على مشكلة زي كده، وبدأ يرسم تصور لبدلة دورها هيكون إنها تخفي حرارتهم عن أجهزة الاستشعار، ووصل إنه يصنع بدلة من أكياس النوم اللي بيستخدموها المخيمين في التخييم أو متسلقين الجبال. وفعلا قدر يفصل بدلة وجاب كاميرا حرارية وبدأ يجرب ويشوف إذا كانت تقدر الكاميرا هترصد حرارة جسمه ولا لأ. شوية الكاميرا كانت ترصد الحرارة وأوقات لأ، لكن فكرة البدلة كانت فكرة فيها خطورة عالية لأنها ممكن ما تشتغلش بسبب حركتهم الكتيرة اللي هتكون جوه الخزنة الكبيرة وهم بيسرقوها، وكمان هم هيكون معاهم أدوات ومعدات وأجهزة الاستشعار هتحس بيها بمنتهى السهولة. الفكرة بشكل عام ما كانتش آمنة كفاية وفيها مخاطرة كبيرة عليهم. فرناندو هنا حس بإحباط بعض الشيء وفضل يفكر إيه ممكن يعمله أو إيه أأمن طريقة يدخلوا بيها للخزنة. وفجأة
وفي يوم من الأيام وهو قاعد بيفكر جه على باله فكرة مجنونة. طول الوقت اللي فات كان كل تركيزهم هو اقتحام البنك وهو مقفول، ويدخلوا للخزنة من تحت من غير ما حد يشوفهم، وكان مستبعد فكرة انهم يعملوا عملية اقتحام مسلح وياخدوا رهاين، لان الشرطة ساعتها هتحاصر البنك بسرعة. وهنا بقى الفكرة الجديدة اللي خطرت على باله، انه ليه ما يعملش دمج بين الطريقتين، يعمل ميكس ما بين الخطف المسلح والاقتحام من خلال الانفاق. الفكرة انهم بدل ما يستخدموا النفق للدخول، لا هيستخدموه للخروج، ويدخلوا البنك عادي من الباب الرئيسي ويعملوا عملية سطو مسلح. وبالطريقة دي أجهزة الإنذار والاستشعار مش هيكون ليها أي أهمية ولا أي قيمة، لأن كده كده الشرطة هتكون موجودة ومحاصرين المكان، لكن الشرطة هتكون محاصرينه من بره بس، ومش هيكون عندهم فكرة ان الحرامية هيهربوا من نفق هم حافرينه تحت الارض. فرناندو لما الفكرة اتبلورت في دماغه اتجنن، وحس انه وصل لطريقة محدش وصل له قبلها في التاريخ. وفعلا دخل على الانترنت وبحث عن طريقته في سرقات البنوك، لكن ملقاش ان في حد قبل كده استخدمها. وبرضه ده معناه ان الشرطة عمرها ما هيجي ببالها ان الحرامية هيهربوا من خلال نفق، لان الفكرة تعتبر جديدة ومحدش استخدمها قبل كده. فرناندو بسرعة جمع أفراد العصابة وقال لهم على الفكرة اللي وصل لها. الكل هنا كانوا مذهولين ومتحمسين. دلوقتي تقريبا الخطة اكتملت 100% ومش ناقص غير التنفيذ. هنا الخطة اتضاف ليها بعض الأسلحة، لأن الخطة اتغيرت وبقى فيها اقتحام مسلح. هنا يجي دور بيتو قال لهم سيبوا موضوع الأسلحة ده عندي، أنا هقدر أوفره بسهولة. وبما إنه كان راجل عصابات وكان متخصص في مجال الأسلحة، والأسلحة اللي هيستخدموها فيها سر كبير، خلوها ببالكم لأنها لها دور كبير قوي في آخر القصة. الفريق فعلا ابتدى العمل وبدأوا حفر النفق. الموضوع خد معاهم تقريبا قرابة السنة، وفي خلال السنة حفروا النفق وعملوا سد صغير جوه نفق المجاري نفسه. وكان الهدف من السد انه يرفع منسوب المية لمستوى اعلى، لانهم كانوا ناويين يستخدموا القوارب المطاطية الصغيرة جوه النفق. طب ليه هم هيستخدموها؟ لانهم كانوا عارفين انهم لما يطلعوا بالمسروقات مش هيقدروا يشيلوها ويمشوا بيها في قلب المية اللي هتكون مغطية اكتر من نص جسمهم، لكن القوارب الصغيرة هيقدروا يحطوا عليها مسروقاتهم ويزقوا القارب، وده كمان هيخلي حركتهم أسرع. عشان كده بنوا السد عشان يكون منسوب المية مرتفع أكتر ويقدر القارب يتحرك بشكل أسرع. واتكلموا عن نقطة طريقة الهروب. كانت الفكرة المبدئية والطبيعية إنهم يهربوا باتجاه مصب المجاري ويطلعوا منه ويهربوا لبره، لكن كان في تخوف كبير إن الشرطة لو اكتشفت طريقة خروجهم من النفق، أول احتمال هتفكر فيه الشرطة إنهم هيتجهوا بسرعة لمصب نفق الصرف، وممكن في الحالة دي يتقبض عليهم أسرع. بدأوا ساعتها يفكروا في طريقة تانية للخروج من النفق، وبدأوا يدرسوا الطريق التاني أو الاتجاه المعاكس للمصب، واكتشفوا إن الاتجاه المعاكس أحسن بكتير لأنه فيه مخارج كتير لفتحات البلاعات على طول النفق، وكان موجود على كل كام متر فتحة بلاعة مجاري. المهم حددوا فتحة معينة هيخرجوا منها، والفتحة دي كانت بتبعد تقريبا 200 متر من موقع البنك. وخدوا بقى الأدهى، قرروا انهم يجيبوا عربية فيلوكس فان ويوقفوها فوق فتحة المجاري مباشرة، وفي أرضية العربية الفان هيفتحوا فتحة في أرضية العربية هتكون موجودة مباشرة فوق فتحة المجاري. يعني الحرامية هيسرقوا البنك ويمشوا في النفق ويطلعوا من فتحة المجاري لجوه العربية على طول من غير ما حد يشوفهم أو ياخد باله. وفعلا جه دور بيتو اللي بيصرف على العملية وجاب لهم العربية وحطها في جراج بيتو. اليوم ده العصابة كلها كانوا متجمعين عنده في الجراج عشان يعدلوا على العربية ويفتحوا الفتحة في أرضيتها. وفجأة هم قاعدين وبيشتغلوا في العربية دخلت عليهم زوجة بيتو، فكلهم بصوا لبيتو وقالوا له ايه يا معلم، زوجتك بتعمل ايه هنا؟ قال لهم ما تقلقوش، زوجتي انا بثق فيها جدا وهي عارفة كل شيء عن العملية ومفيش قلق منها، واعتبروها كأنها أنا بالظبط. وكانت دي المرة الأولى والوحيدة اللي أفراد العصابة قابلوا فيها إليشيا زوجة بيتو. وحطوا الحتة دي من القصة في دماغكم. المهم بعد ما العصابة خلصت تعديل على العربية الفان، نسيوا شيء مهم، مين اللي هيسوق العربية؟ دلوقتي لازم فرد جديد ينضم للعصابة، وهنا جه دور المجهول التاني واللي لا معروف له هوية أو حتى شخصية.
المهم جابوا واحد وهو كان المسؤول عن العربية، ودوره انه يقف بالعربية الفان في المكان المحدد، واول ما العصابة تخلص السرقة وترجع للعربية ياخدهم ويتحرك بيهم للمكان المتفق عليه. كده خلاص كل الامور بقت جاهزة تقريبا، بس فاضل شيء واحد صغير، انهم ازاي هيفتحوا صناديق الامانات اللي جوه الخزنة ويفتحوها بسرعة، لان الخزنة مليانة بصناديق الامانات، ولو فتحوها بشكل يدوي هتاخد وقت كبير ومش هيفتحوا عدد كبير من الصناديق. هنا جه دور سبيستيان بما انه مهندس صنع آلة او أداة هيدروليكية بتشبه المدفع، حتى هم سموها المدفع. وظيفة الأداة دي انها بتقتحم القفل وبتحطمه، وبتاخد 7 ثواني بس في فتح الصندوق. يعني الآلة هتكون مهمة جدا في العملية. واخيرا بعد كل التحضيرات والجهود والشغل والتفكير كل شيء بقى تقريبا جاهز. نفق المجاري اللي هيدخل منه، القوارب المطاطية اللي هيحط عليها المسروقات، وكمان النفق اللي حفروه، واللي هياخدهم للأوضة الخاصة اللي فيها خزنة البنك الرئيسية، واللي فيها صناديق الأمانات، واللي موجودة في الطابق السفلي لمبنى البنك. وهنلاقي على بعد 200 متر فتحة المجاري اللي هيطلعوا منها، وفوقها موجود العربية الفان اللي أرضيتها مفتوحة، واللي منها هيدخلوا لجوه العربية على طول. هنا بقى يجي يوم التنفيذ للعملية، والعصابة حددوا انهم هينفذوا العملية بتاريخ 13 يناير لسنة 2006. يوم العملية اتقسمت كالآتي: سبيستيان كان هو المسؤول عن الدخول من نفق المجاري، ويوصل للنفق اللي حفروه وياخد معاه القوارب المطاطية الصغيرة، وهياخد معاه بعض الأدوات وأهمهم آلة المدفع. وبالفعل سبيستيان دخل نفق الصرف ومعاه القوارب المطاطية، ودخل للنفق اللي حفروه، ووصل لحد جدار البنك اللي وراه أوضة الخزانة، وقعد منتظرهم هناك لحد ما بعتوا له اصحابه الاشاره. وباقي العصابه بقى اللي هم فرناندو وبيتو ولويس، الثلاثه مهمتهم السطو المسلح على البنك. ولما اتاكدوا ان كل شيء جاهز وان كل واحد في موقعه، اقتحموا البنك وهم رافعين الاسلحه، وعلى طول خدوا العملاء والموظفين اللي موجودين جوه البنك كرهاين، وامروهم انهم ينبطحوا على الارض وايديهم ورا ظهرهم ووشهم على الارض. الكل سمع الكلام وانبطح على الارض الا شخص واحد، وهو موظف امن غرف الكاميرات. قفل الباب على نفسه وبلغ الشرطه على طول، والموضوع ما خدش دقايق وكانت كل دوريات الشرطه موجوده قدام البنك. وده كان شيء هم متوقعينه. وبدا فرناندو ينفذ اول شيء من الخطه، وهي كانت خطة خداعية. الخطة بتقول انه ياخد واحد من الرهاين ويطلع بيه من باب الرئيسي للبنك، ويعمل نفسه كأنه عايز يهرب، لكن هيرجع بسرعة اول ما يشوف الشرطة محاصرين المكان. الهدف من الحركة دي انه يوهم الشرطة ان طريقة هربهم الوحيدة هي باب البنك. وحتى كانوا حاطين عربية وهمية قدام البنك كأنها العربية اللي هيهربوا فيها، وقال يعني بسبب سرعة وصول الشرطة فشلت خطتهم، ودلوقتي يا عيني هم محاصرين جوه البنك ومش عارفين يخرجوا منه. وفعلا خطتهم نجحت لما وصل قائد الشرطة المكان، وبلغوا أفراد الشرطة اللي كانوا موجودين إن الحرامية يا عيني حاولوا يهربوا من الباب، بس رجعوا للبنك تاني لما شافوهم محاصرين المكان. هنا قائد العمليات بلع الطعم وافتكر ان الحرامية محاصرين وما عندهمش مخرج تاني. هنا العصابة كانت جوه البنك ومسيطرة على الوضع، ما عدا مراقب امن الكاميرات اللي كان قافل على نفسه الباب وشايف كل تحركاتهم، وكان لازم يطلعوه من الأوضة بأي شكل لأنه شايف كل تحركاتهم، وكمان على تواصل مباشر مع الشرطة. فلو شافهم هم بيخرجوا من النفق اللي عاملينه على طول هيبلغ الشرطة وهتفشل كل خطتهم. هنا فضلوا يتفاوضوا معاه وقالوا له احنا مش هنعمل لك حاجة، لكن للأسف كل المفاوضات وصلت لطريق مسدود، ورفض انه يخرج وتمسك انه هيفضل جوه اوضه المراقبه. هنا لويس صبره نفذ وراح جاب واحده من موظفات البنك وحط السلاح على راسها، وبدا يهدد موظف الامن انه لو ما طلعش هيقتلها. المشكله ان موظف الامن فضل مصر على موقفه وانه مش هيسلم نفسه ابدا، لكن الموظفه اللي كان ماسكها لويس بدات تبكي وتعيط جامد، وفضلت تتوسل لموظف الامن انها مش عايزه تموت وانها نفسها تشوف بنتها مره تانية. هنا الموظف خاف عليها لانها موظفه معاه وصديقته في البنك ويعرفها وتعرفه. موظف الامن ما استحملش الموقف وقرر اخيرا يفتح باب المكتب ويسلم نفسه أخيرا للعصابة. أول ما خرج موظف الأمن لويس فتشه وخد منه تليفونه وسلاحه، وبعدها قال له امشي قدامي. وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لباب البنك، وساعتها قال له لويس اطلع
الحارس كان مستغرب. لويس اكد عليه الكلام وقال له اطلع يلا بره البنك وخد كمان مسدسك معاك. وطلع الحارس فعلا من الباب وهو رافع ايده وراح لحد الشرطه اللي واقفه بره والقوات الخاصه اللي كانوا محاصرين المكان من كل اتجاه. قائد العمليات سأله عن الوضع جوه البنك، فالحارس قال له ان عدد المسلحين جوه 3 وفي جوه تقريبا اكتر من 30 رهينه جوه البنك، وقال له انه اخدوا منه تليفونه وادوله حتى سلاحه. ومن خلال شباك البنك قائد العمليات شاف واحد من الحراميه المقنعين وهو شايل تليفون في ايده وعمال يشاور له كانه بيقول له اتصلوا بيا على تليفون موظف الامن. وفي نفس الوقت فرناندو اتواصل مع سبيستيان اللي كان واقف ومنتظرهم عند النفق عشان يبتدي يكسر في الحيطه اللي بتفصلهم عن الخزنه. وبدا سبيستيان في التكسير وكان فرناندو واقف ومنتظر جوه الخزنه، وكان كله توتر وقلق وخوف ان تكون حساباتهم غلط وان الفتحه مش هتوصل لجوه البنك. واول ما فرناندو سمع صوت بيتحرك جوه الخزنه طار من الفرحه وعرف ان كل حساباتهم كانت صح. الفتحه اللي فتحوها كانت ورا دولاب من الدواليب اللي في الخزنه. فرناندو حرك الدولاب عشان يلاقي سبيستيان طالع براسه من الفتحه اللي في الحيطه، واللي عليه فرناندو خد نفس كبير من الراحه والفرحه ودخل سبيستيان ومعاه الاله اللي صنعها وبدأ بسرعه في فتح صناديق الامانات اللي كان عددها كبير جدا. وكانوا حاطين لنفسهم وقت معين لفتح الصناديق وحددوا الوقت بساعتين، والمفروض في خلال الساعتين دول يفتحوا اكبر عدد من الصناديق واللي كانوا محددينها تقريبا ب 400 صندوق. هنا توزيعة العصابة كالآتي: سبيستيان وفرناندو بيفتحوا صناديق الأمانات تحت، وفوق موجود مين؟ لويس وبيتو مع الرهاين، وكانت كل مهمتهم يحاولوا يماطلوا مع الشرطة لغاية ما تعدي الساعتين اللي حددوها. نرجع بقى لويس لما كان ماسك التليفون وبيشاور للضابط المسؤول عشان يتواصل معاه. لويس زي ما قلت لكم شخصية قوية ولبق في الكلام، وقدر يصنع لنفسه شخصية وأسلوب مع الشرطة لدرجة كانت كل وسائل الإعلام بتتكلم عنه وقت الأحداث، ولدرجة إنهم لقبوه بصاحب البدلة الرمادية. اتصل بضابط الشرطة المسؤول وقال له يسلموا نفسهم بدون عنف. رد عليه لويس بكل هدوء وقال له مش تسألنا الأول إيه مطالبكم؟ فرد عليه الشرطة وقال له إيه مطالبكم يا سيدي؟ لويس قال له بصراحة إحنا كنا داخلين نسرق البنك ونهرب بسرعة، بس أنتم ما شاء الله عليكم جيتوا أسرع ما كنا نتوقع وحصرتم المكان، وإحنا دلوقتي مش عارفين نعمل إيه، أنتم بصراحة فاجئتونا. ولويس ساعتها هو كان بيكلم قائد الشرطة كان شايفه من خلال النضارة المكبرة. كان شايف لويس قاعد على كرسي مكتب ورجله الاتنين فوق على المكتب وقاعد بكل أريحية. قائد الشرطة استغرب وقال ازاي الراجل ده قاعد هادي للدرجة دي ومروق على حاله ولا كأنه بيسرق بنك وخاطفين رهاين. الشرطة قدرت توصل لهوية لويس وعرفوا انه عنده صحيفة اجرامية وكان مسجون قبل كده 15 سنة. وهنا لويس قطع حبل افكاره وقال له شوف يا صاحبي، انا لسه طالع من السجن حالا بعد ما قضيت 15 سنة، واللي انا بعمله مش اول عملية سرقة انفذها، وانا عارف اساليبكم وحيلكم كويس، وانصحكم انكم ما تحاولوش تلعبوا معايا لان الشيء ده ممكن يؤدي لشيء مش كويس بالنسبة للرهاين. فرد عليه قائد الشرطة وقال له ما تخافش، مش هنعمل اي حاجة متهورة، بس انتوا اطلقوا سراح الرهائن كل فترة عشان تظهروا لنا حسن النية. فرد عليه لويس وقال له احنا لسه مطلعين لكم فرض الامن من غير حتى ما تطلبوا، وده بيدل على حسن نيتنا، وبلاش تطمعوا اكتر من كده، واحنا اللي هنحدد امتى وازاي نطلع الرهاين. وقام قافل السكة في وشه. وبعد الحركة دي اثبت لويس لقائد الشرطة ان هو اللي مسيطر على مجريات الامور وخلاه يعيد حساباته في اي كلام هيقوله او اي فعل هيعمله، وكان هو ده اللي افراد العصابة محتاجينه وهو الوقت. وكان حاجة من الحاجات الطريفة في العملية، لويس وبيتو اكتشفوا ان واحدة عجوزة من الرهاين عيد ميلادها كان النهاردة، واللي عليه جابوا الست الكبيرة وقعدوها على كرسي، وواحد فيهم نزل مطبخ البنك وجاب منه قطعة جاتوه وقعدوا يغنوا لها اغاني عيد الميلاد، وخلوا كل الرهاين وهم منبطحين على الارض وايديهم مربوطة انهم يغنوا معاهم للست الكبيرة. وبعدها قالوا لها ان عيدية عيد ميلادك اننا هنطلق سراحك ونمشيك بسلام، وفعلا طلعوها من الباب الرئيسي للبنك وخلوها تمشي. المهم لويس فضل يقوم بالدور الموكل ليه وهو المماطلة لكسب الوقت وان الساعتين يعدوا على خير. لويس عمل حركة في الشرطة عجيبة جدا. لويس اتصل بقائد الشرطة وقال له انا هديك رقم المحامي بتاعي وتواصل معاه عشان تتفاوضوا معاه على شروط تسليم نفسنا، واداهم رقم تليفون يخص واحد من الرهاين اللي معاهم على اساس
ان ده رقم المحامي. ولما الشرطة اتصلت على الرقم اللي هو المفروض رقم المحامي، فرد عليهم لويس لانه كان واخد تليفون الرهينة وغير صوته وعمل نفسه المحامي، وفضل يقول لهم انا جاي في الطريق عشان اتفاوض معاكم على تسليم المجرمين. وبعد كده يتصلوا بيه تاني يقول لهم معلش الطريق زحمة وهتأخر شوية بس انا جاي وانتظروني. لويس كان شخصية فعلا غريبة وعجيبة، وعنده هدوء وثبات انفعالي رهيب، وقدر يلعب بالشرطة زي ما هو عايز. لويس قدر يماطلهم لحد فعلا ما وصل لهدفه، وفعلا عدوا الساعتين اللي كانوا محتاجينهم ومحددينهم للعملية. لكن للأسف وبعد مرور الساعتين فرناندو وسبيستيان ما قدروش يفتحوا عدد الصناديق اللي كانوا مستهدفينها، وقدروا يفتحوا بس 147 صندوق من اصل 400 هم كانوا مخططين انهم يفتحوهم. وكان السبب ان الآلة اللي صنعها سبيستيان واللي المفروض تفتح الصناديق في خلال 7 ثواني، الآلة كانت بتسخن جدا، وكان لازم يقعدوا شوية ينتظروا لحد ما تبرد عشان يقدروا يستخدموها من جديد. لكن فرناندو وسبيستيان ما كانوش طماعين، واكتفوا بال 147 صندوق اللي فتحوهم، وقرروا انهم يلتزموا بالخطة. بس برضو يفضل ان الحاجات اللي حصلوا عليها كبيرة جدا. دول حصلوا على ذهب ومجوهرات وفلوس اكتر ما كانوا يتوقعوا. كانت فعلا كمية مسروقات ضخمة تعيشهم كلهم في حياة مرتاحة لبقية عمرهم، فقرروا انهم ما يخاطروش وما يطمعوش. وعليه فرناندو اتصل على لويس وقال له انهم خلاص هيبدأوا خطة الهروب من البنك. هنا لويس هيستخدم اخر حيلة معاه مع الشرطة، واتصل بقائد الشرطة وقال له احنا عايزين ناكل بيتزا لاننا ما كلناش حاجة من الصبح، وانتوا لما تقبضوا علينا اكيد هتفضلوا تحققوا معانا ومش هناكل حاجة لاخر اليوم، واحنا عايزين بيتزا تكفينا وتكفي كمان الرهاين اللي معانا. فرد عليه قائد الشرطة وقال له حاضر هنجيب لكم البيتزا اللي انتوا عايزينها. فرد عليه لويس وقال له احنا عايزين بيتزا من محل معين، البيتزا عنده جميلة واحنا بنحبها. واداهم اسم محل البيتزا، وهو كان مطعم بعيد جدا عن مكان البنك، وكل ده عشان يقدر يأخرهم لأكبر فترة ممكنة قبل ما يقتحموا البنك، وكمان يبقى عندهم الوقت انهم يهربوا ويبعدوا عن المنطقة. وبعدها لويس قطع الاتصال بالشرطة وقفل التليفون، وهو بيته امر الرهاين انهم يفضلوا نايمين على الارض وايديهم ورا ظهرهم، ومحدش فيهم يتكلم ولا يتحرك، واللي هيتحرك هيضربوه بالنار. وبعدها لويس وبيتو نزلوا بسرعة لفرناندو وسبيستيان وجمعوا معاهم كل الأكياس اللي حطوا فيها المسروقات، ورموا الأكياس من النفق واللي بدورها نزلت على القوارب المطاطية اللي مربوطة تحت في النفق. وقبل ما يدخلوا كلهم في النفق ويهربوا، فرشوا زي مفرش وحطوا عليه كل أسلحتهم اللي استخدموها في السرقة، وحطوها على أرضية خزنة البنك الرئيسية. وانا اعرف ليه قدام هم عملوا كده. وبعد ما كلهم دخلوا في الفتحة، شدوا وحدة الادراج تاني لمكانها عشان تقفل على الفتحة، وفوق ده كله حطوا على الفتحة قنبلة، بس مش قنبلة حقيقية، هم حطوا قنبلة لعبة. وبعدها نزلوا بسرعة من النفق لحد ما وصلوا للقوارب بتاعتهم الصغيرة، وخدوا قارب وركبوه، والقارب التاني حطوا عليه اكياس المسروقات. وبعد كده ربطوا القارب اللي فيه الفلوس بحبل، وتحركوا على طول على الفتحة اللي محددينها واللي هيطلعوا منها. وبسرعة وصلوا للفتحة وخدوا معاهم اكياس المسروقات وطلعوا على السلم. وفوق الفتحة كانت واقفة العربية اللي هتاخدهم، والسواق اللي ملوش اي دور في العملية غير انه هيسوق كان قاعد منتظرهم وهو مرعوب. دخلوا الاكياس من الفتحة اللي في ارضية الفان، ومن كتر الاكياس اللي كانت معاهم افراد العصابة كانوا راكبين العربية وهما محشورين جواها من كتر الاكياس اللي كانت معاهم، واتحركوا بسرعة بالعربية من غير ما حد يشوفهم، وتوجهوا على بيت آمن هم كانوا حاطينه في الخطة. ولما وصلوا دخلوا العربية الجراج ونزلوا منها المسروقات، وأول شيء عملوه إنهم جريوا بسرعة على التلفزيون وفتحوه عشان يشوفوا الأخبار ويعرفوا الدنيا وصلت لفين، والشرطة هي عرفت تتبعوهم ولا لأ. اللي يضحك بقى إنهم اكتشفوا إن الشرطة لسه محاصرة البنك من بره، ولسه عملية الاقتحام متمتش، وفضلوا يتفرجوا كلهم منتظرين رد فعل الشرطة والإعلام والصحافة لما تعرف إنهم مش موجودين والبنك اتسرق. هنا نرجع تاني للبنك. هنا البيتزا كانت وصلت، وقائد الشرطة عمال يحاول يتواصل مع لويس، لكن مفيش أي اتصال والتليفون مقفول. وبعد طول انتظار قرر أخيرا قائد الشرطة
انه يقتحم البنك، فامر جنود القوات الخاصه انهم يقتحموا المكان، وقال لهم يكونوا حذرين ويكونوا مستعدين لاي اشتباك بالاسلحه. لكن المفاجاه انهم لما اقتحموا البنك ما لقوش جواه غير الرهاين اللي كانوا نايمين على الارض، ولان الحراميه خبوا الفتحه اللي هربوا منها الشرطة ما كانوش مستوعبين اللي حصل، وقالوا ان اكيد الحرامية مستخبيين في وسط الرهاين. الشرطة كانت في حيرة لان البنك فعلا اتسرق، وهم لا لاقيين الحرامية ولا حتى المسروقات. ولو اتفرجتوا على المنظر اللي قدامكم، منظر الرهاين وهم مطلعينهم من البنك، كانوا معتقلين ده مش منظر رهاين طالعين. وبعد فترة من التفتيش اخيرا اكتشفوا الفتحة اللي موجودة ورا خزنة الإدراج. بس هنا الحكاية لسه ما خلصتش، لأنهم لقوا القنبلة اللي محطوطة على فتحة الجدار واللي عليه استدعوا فرقة متفجرات. وكل ده وأصحابنا قاعدين في البيت بيتابعوا الأخبار وبيحتفلوا بانتصارهم الكبير. وبعدها جابوا أكياس المسروقات وفضوها كلها على بعض، وقسموا الغنيمة اللي سرقوها ما بينهم بالنظر، لأن المسروقات كانت كتير جدا، ولأن برضو الحسبة هتاخد وقت طويل. مسروقاتهم كانت عبارة عن جبل كبير، والبنك قدر حجم مسروقاتهم تقريبا ب 19 مليون دولار، واتصنفت ساعتها إنها أكبر عملية سرقة بنوك في تاريخ الأرجنتين. العصابة كانوا متفقين بعد تقسيم المسروقات ما بينهم كل واحد هياخد حصته، وكل واحد هيروح في طريق، ومفيش اي حد يتواصل مع التاني ولا هيكون ما بينهم اي تعامل. وفعلا كل واحد خد حصته وخد عربيته، وكل واحد فيهم راح في اتجاه. لحد هنا الخطة ماشية بطريقة مثالية، لكن للأسف الحلو ما بيكملش، وشيء صغير قد كده هيهد كل اللي عملوه. بيتو لما رجع البيت كانت زوجته إليشيا مستنياه على أعصابها، وكانت خايفة عليه جدا لأنها كانت عارفة بالعملية. ولما شافت بيتو داخل عليها طارت من الفرحة، لأنها عارفة إن حياتهم خلاص هتتغير وهيعيشوا حياة تانية بالفلوس اللي سرقها جوزها. اليوم ده احتفلوا بالمناسبة الجميلة وكله تمام. وفي يوم من الأيام بيتو رجع للبيت وحب يراجع على أكياس الفلوس اللي شايلها، لقى في كيس مفتوح ومتاخد منه مبلغ كبير. فراح لزوجته واتكلم معاها وقال لها يا إليشيا انت خدت فلوس من الكيس؟ فردت عليه بكل أريحية وقالت له ايوه، انا اخدت 5 أو 6 اكياس صغيرة من الفلوس، واللي كانوا ساعتها يعملوا تقريبا حسبة 250 ألف دولار. هنا رد عليها بيتو وقال لها يعني احنا قاعدين نحاول نداري في نفسنا عشان محدش يلاحظ حاجة علينا، وانت بمنتهى السهولة تاخدي مبلغ كبير زي ده عشان تصرفيه؟ واحتد ما بينهم الكلام، وحصل ما بينهم خناقة صغيرة، وطلب منها بيتو انها ترجع الفلوس اللي خدتها مكانها. فرفضت زوجته إليشيا، واللي عليه الخلاف ما بينهم زاد وكبر. وفي النهاية بيتو خد كل شنط المسروقات وخباهم في مكان تاني هي ما تعرفوش. ونيجي هنا بقى للي ما كانش يتوقعه بيتو، ان زوجته تقرر انها تروح للشرطة وتبلغ عنه. وفعلا الشرطة جت وقبضت على بيتو. بيتو كان في حالة ذهول وقال لها ليه عملت كده؟ قالت له كنت بحسبك بتخوني مع واحدة تانية، وافتكرت انك اخدت الفلوس عشان تروح لحبيبتك التانية وتسيبني. السبب ساعتها صدم بيتو، وحتى رجال الشرطة هم كمان اتصدموا. وبسبب الغيرة زوجة بيتو دمرت كل شيء. والمشكلة ما خلصتش لحد هنا. بيتو في التحقيقات طلع راجل ومرضيش يعترف على بقية أفراد الشلة اللي كانوا معاه، ورفض كمان يقول لهم على مكان الفلوس بتاعته. بس زوجته تسكت؟ لا، زوجته في اعترافاتها قالت للشرطة على كل أصحابه اللي كانوا معاه في السرقة وأسمائهم وأوصافهم. وبسبب المعلومات اللي أخدتها الشرطة من إليشيا ومن تتبع المكالمات وأرقام باقي العصابة، قدرت تقبض عليهم واحد ورا التاني. ورغم ان كل واحد فيهم راح في اتجاه، لكن في النهاية كلهم اتمسكوا. فرناندو العقل المدبر كان قاعد في خيمة في مكان بعيد ومعزول، لكن أجهزة الشرطة قدرت توصل له وتمسكه. ولويس المتحدث الرسمي للعصابة هرب على الأوروغواي لأنها أصلا بلده، لكن برضه قدروا يوصلوا له وقبضوا عليه. وسبيستيان كان برنس ما راحش في حتة، كان قاعد في بيته وبرضه تم القبض عليه. الأربعة اتمسكوا والأربعة رفضوا يقولوا على مكان المسروقات. وفي النهاية تم الحكم على فرناندو ب6 سنين وسبيستيان ب9 سنين، وبيتو ولويس كل واحد فيهم خد 15 سنة. الأحكام اللي سمعتوها أكيد صدمتكم، إزاي جريمة مسلحة وبأسلحة وخطف رهاين وكمان سرقة 19 مليون دولار وفي الآخر ياخدوا 6 أو 9 أو 15 سنة. السبب بقى يا صديقي هو الأسلحة. فاكرين الأسلحة اللي تم استخدامها في السطو المسلح كلها أسلحة مزيفة ومش حقيقية، بالبلدي أسلحة لعبة. متخيلين أكبر عملية سطو على بنك في تاريخ الأرجنتين، وكمان جننوا الشرطة ودوخوهم وفي الآخر
كانت أسلحة لعبة، وعشان كده كان الحكم مخفف، لأن عقوبة السطو المسلح بسلاح ناري بيختلف حكمها عن جريمة سطو غير مسلح، وعشان كده خدوا الأحكام اللي قلناها. بس الموضوع ما خلصش عند هنا. فرناندو وسبيستيان خرجوا من السجن بعد 2 بسبب سلوكهم أو حسن السير والسلوك، ولويس خرج بعد 6 سنين بنفس السبب، حسن السير والسلوك، وبيتو بعد 8 سنين ونفس السبب. متخيلين؟ سرقوا 19 مليون دولار وخرجوا بعد 2 و6 و8 سنين، وفي الآخر لا الشرطة ولا البنك قدروا يرجعوا الفلوس. ورغم كل اللي عملوه تعتبر الفلوس حرام في حرام، بس اهو يعني في الاخر الناس تعبت وفكرت وعملت خطة عبقرية، وفي الاخر فازوا باللي هم عايزينه. انما البنك والحكومة قدروا يعوضوا عملاء البنك اللي صناديقهم اتسرقت، وكمان شركات التأمين عوضت الناس المتضررة من السرقة الضخمة. وفي الاخر هتلاقي في فيلم وثائقي عملته نتفليكس، وهتلاقوا كل افراد العصابه طالعين بيتكلموا وبيحكوا قصتهم وعن اللي عملوه في سرقتهم، وما شاء الله كلهم طالعين بيحكوا كانهم بيتفخروا باللي عملوه، وبرضه باين عليهم العز و19 مليون دولار اللي سرقوها. وبرضه في فيلم درامي معمول عن قصتهم او قضيه سرقتهم. وفي النهايه اتمنى لو الحلقه عجبتك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد، وما تنساش تقول لي رايك في الحلقه، لان انا عارف ان دي اول حلقه عندي في القناه طويله حبتين، بس صدقوني القصه جميله وتستاهل، وانا كنت مشدود ليها وباحداثها لانها فعلا قصه حقيقيه واحداثها جميله جدا. ودي حلقه انا مختارها لكم عن اغرب سرقه بنك في اليابان، عمليه سرقه من اذكى السرقات اللي تمت في تاريخ اليابان. قدر فيها الحرامي يسرق 300 مليون ين ياباني بما يعادل ساعتها ب6 مليون دولار. تابعوا احداث القصه، انا واثق انها تعجبكم جدا. وفي النهايه انتظروني في قصه جديده وحكايه مريبه، وكان معاكم احمد جابر.